خشونه الركبه موضوع واسع الانتشار، وزي ما قلت لكم بيجيب الكبير والصغير. النهارده في حوارنا الممتع اسمحوا لي ان نرحب بضيف عزيز عليا امتعني جدا في اللقاء السابق بحواره العلمي الدقيق للغايه، اسمه متميز للغايه في عالم العلاج الطبيعي ودقيق، وشرحه بطريقه جميله جدا، وبيفتح لنا بقى برانش جديد ومتفرد، لانه كمان هو يعني الاول مره يبقى عندنا ضيف في المنظومه بتاعتنا من عالم طب العلاج الطبيعي. النهارده حوار مثير للغايه، اسمحوا لي فيه ان انا ارحب بالاسم المتميز جدا في هذا المجال، الاستاذ الدكتور عمرو عياد، استشاري العلاج الطبيعي وعلاج الالام، صاحب دكتوراه العلاج الطبيعي الاكلينيكيه من الولايات المتحده الامريكيه، ورئيس الاكاديميه الامريكيه لاطباء العلاج الطبيعي بواشنطن، حاصل على البورد الامريكي في العلاج الطبيعي وزماله الجمعيه الامريكيه للعلاج الطبيعي، وعضو الأكاديمية الأمريكية لعلاج الآلام، ومؤسس ومدير المركز الأمريكي للعلاج الطبيعي وعلاج الآلام هنا في مصر. ضيفي العزيز أهلا بك. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. يعني إيه خشونة الركبة؟ زي ما كان في فيديو بيشرح من شويه، احنا عندنا باختصار مفصل الركبه عباره عن عظمه الفخذ من فوق وعظمه الساق من تحت والصابونه بتاعه الركبه من فوق. بين العظمه شايفين كده من غير ما هي زي ما هو شايف. بين العظمه دي والعظمه دي اللي لونه ابيض، ده هو الغضروف، اللي هو المخده اللي بتساعد على تليين الحركه، اللي هو لونه ابيض في الفيديو. جزء منه بيبقى في عظمه الساق من تحت من فوق، جزء منه في عظمه الفخذ، وهو ده اللي بيخلي المفصل يتحرك بليونه وما يخليش العظم يحتك ببعضه. لما يبدأ يحصل تآكل في هذا الغضروف، في طبعا درجات من الخشونة. الدرجة اللي احنا شايفينها دي تعتبر الدرجة الأولى أو المايلد ديجري أو جريد 1. بيبتدي يحصل بينشف شوية ويبتدي يحصل زوايد عظمية زي ما احنا شايفين، وده يبتدي يعمل احتكاك، وبعدين مع مرور الوقت يخش في المودريت بقى اللي هي الحالة المتوسطة، يبتدي التآكل ده يزيد أكتر والزوايد العظمية تبتدي تزيد أكتر ويحصل احتكاك أكتر، ويبتدي الطبقه بتاعه العظم اللي تحت الغضروف نفسها زي ما احنا شايفين تبتدي يحصل، بتبتدي تقل التغذيه اللي رايحه للغضروف، بينتج عنها بقى ماده السيتوكين اللي هي بتطلع بتسبب لي التهاب وتسبب لي الام، والزوائد العظميه تبتدي تزيد والخشونه تزيد، لحد ما في الاخر المريض بيوصل في الاخر انه بيبقى عظم على عظم، مفيش غضروف، والزوائد العظميه طبعا والالتهابات بيبقى يعني دي الدرجه بقى الاخيره من الخشونه، او بنسميها الدرجه الرابعه من الخشونه زي ما احنا شايفين. الدرجه الرابعه دي درجه مقلقه مزعجه للمريض. بالظبط. زي ما اتعودنا برضو هسالك، بس قبل ما اسالك على بروتوكول والخطه او البرنامج العلاجي والى اخره، هل الدواء اللي ممكن تاخد من الفم يقدر يمنع تطور خشونه الركبه؟ طيب احنا زي ما شرحنا الخشونه بتاعت الركبه هي مشكله ميكانيكيه، يعني انا عندي غضروف اتاكل، حصل عندي احتكاك، ابتدى يحصل عندي التهابات في الاعصاب والتهابات في الغشاء السينوفي او الغشاء المبطن للمفصل، ابتدى يحصل عندي تشنجات عضليه وضعف في العضلات. بالتاكيد الدواء دوره مهم وفعال، لكنه ليس علاج كافي، لانه هيعالج عندي الجزئيه بتاعه الالتهاب، هناخد حاجه بسط العضلات، هناخد حاجه موضعيه علشان تقلل الالم، لكن ما زال المشكله الميكانيكيه موجوده. فالعلاج الدوائي فقط ليس علاج لخشونه الركبه، لازم يكون في خطه علاجيه داخل فيها كذا تخصص عشان نقدر نوصل نتيجه كويسه. وده للاسف الغلط اللي بيقع فيه معظم المرضى، انه بيفضل فتره طويله جدا زي ما شفنا في اول الفيديو، بيبدا بخشونه بسيطه ويفضل ماشي على الادويه دي فقط من غير ما يعمل اي حاجه تاني، وبيفضل الخشونه دي تزيد، لانه الادويه مش هتوقف ولا هتبطئ عمليه الخشونه، لكن فقط هتعالج الاعراض. ليه كتير من الناس بتشتكي تقول لك ايه، انا بتعالج لكن ما بحسش بتحسن في خشونه الركبه بالنسبه للعلاج الطبيعي؟ لان المشكله الاكبر انه لما المريض يبتدي حتى لو راح يعمل علاج طبيعي، للاسف معظم العلاجات بتكون معتمده على الاجهزه فقط. يعني هو عايز يروح، بنسميها الباسيف تريتمنتس، اللي هي العلاجات انه هينام هنحط له حاجه فيها تسخين، هنعمل له موجات فوق صوتيه الترا ساوند، هنركب له جهاز ذبذبات كهرباء، وممكن بعض التدليكات الطبيه، وينتهي الجلسه على كده. وبالتاكيد ان احنا كده برضو نبقى بنعمل زي الدواء بيعمله، احنا بنعالج بس بعض الاعراض، ما اشتغلناش على حاجه توقف لنا او تبطئ لنا الخشونه، وبالتالي المريض بياخد فقط جزء صغير جدا
جدا لو العلاج الطبيعي كان بس اجهزه بياخد حوالي 30% من البرنامج السليم، وبالتالي ما بيوصلش نتيجه كويسه. دايما كلمه البرنامج دي اول مره يعني تنفرد انت بيها، واضح انها عندكم ليها قيمه في العلاج الطبيعي. عن يعني احنا دايما نقول ايه، الخطه العلاجيه في الاسنان، المانجمنت في البطنه. عندكم انتوا كلمه البرنامج العلاجي واضح انها متحكمه في الاسلوب بتاعها. بالتأكيد هي بروتوكول علاجي، والبروتوكول ده مش شرط ان انا عندي 2 مرضى نفس التشخيص ان هيكون نفس البروتوكول العلاجي. ممكن الجايد لاينز او الخطوط العريضه بتكون واحده، لكن كل مريض ليه حالته الخاصه وطريقه اللي هعالجه بيها. فالبروتوكول العلاجي ان انا بعمل خطه علاجيه، لان انا دايما بقول ان مفيش علاج واحد بس، ولا تخصص واحد بس، ولا دكتور واحد بس هيعالج الخشونه. الخشونه محتاجه تيم من تخصصات مختلفه، والمريض عليه دور كمان كبير في علاج الخشونه. وهي ده هو مفهوم الخطه العلاجيه. كبروتوكول علاج طبيعي طبعا لازم يكون في سيستم انا ماشي عليه، مش مجرد ان انا كل مريض عنده خشونه بحطه على نفس الاجهزه وبقول له روح، لان بالتاكيد كده مش هوصل نتيجه كويسه. قول لي بقى البرنامج العلاج الصحيح. طيب الاجهزه تكفي لوحدها ولا ايه بالظبط؟ زي ما قلت لحضرتك الاجهزه لا تمثل اكتر من 20 ل 30% من العلاج. الجزء الاول احنا عندنا تقريبا يعني 5 حاجات رئيسيه بنشتغل عليها في العلاج الطبيعي بالنسبه لعلاج خشونه الركبه. اول حاجه الجزء الخاص بالاجهزه، واللي غالبا بنستخدمه في الاول لما بتكون يعني المريض متالم جدا، الركبه ورمه، في عندي ارتشاح، في عندي التهاب في الاعصاب المحيطه بالركبه، في عندي تشنجات عضليه وضعف في العضلات، والانسجه كلها ما بتتحركش بطريقه صح. فبستخدم اجهزه سواء حاجات فيها تسخين او حاجات فيها ذبذبات كهربائيه. لكن الحاجه الاساسيه اللي بنستخدمها هو العلاج بالليزر البارد او اللو ليفل ليزر ثيرابي او الكولد ليزر، لانه الليزر البارد له يعني اتعمل عليه ابحاث كتير، وزي ما احنا شايفين ده شكل الجهاز، له تاثير على اعاده بناء أنسجة الغضروف وتنشيط الدورة الدموية اللي رايحة للغضروف والتئام الأنسجة وتقليل الالتهاب، مع أجهزة تانية بنستخدمها. حتى العلاج الكهربائي يمكن الناس بتسمع كلمة تنس كتير قوي وبنشوفها كتير على الروشتات بتاعت دكاترة العظام لما بيحاول المريض. التنس يعني في أمريكا بيتباع في الصيدلية دلوقتي. حضرتك ما ينفعش تروح لدكتور علاج طبيعي عشان يعمل لك تنس، لأنه هو مسكن للألم. في طيارات حديثة دلوقتي زي مثلا الاي اف سي بري موديوليتد، الطيارات دي ليها تأثير علاجي مش مجرد مسكن، هي بتقلل الالتهاب وبتحفز الأنسجة على الالتئام. معلش فهمني الحته اللي فاتت دي تاني. الحته دي قلتها انت يعني هي حلوه قوي بس فيها غموض شويه على المشاهد. طيب الناس يقول لك انا عملت جلسه كهرباء او جلسات كهرباء، ولما تبص على الجهاز اللي استخدمه المريض تلاقيه استخدم جهاز اسمه تنس. جهاز التنس ده من الاجهزه القديمه جدا اللي بنستخدمها، لكن جهاز التنس كل اللي بيعمله ان هو بيسكن الالم فقط لا يعالج، ومحتاج على الاقل يتحط لمده 30 دقيقه لساعه علشان حتى يسكن. ففي امريكا من اكتر من 15 سنه بطلوا يستخدموا جهاز التنس في العيادات، وبقى الجهاز ده بيتباع في الصيدليه، تقدر تشتريه وتستخدمه في البيت. لكن عشان تيجي تعمل جلسه واضيع لك ربع ساعه من الجلسه على جهاز مش هيعمل لك حاجه، لا في تيارات كهربائيه تانية او علاج كهربائي اللي هم يعني المريض بيقول عليه ذبذبات. هو المريض مش عارف ان في يمكن 200 نوع من التيارات الكهربائيه بنستخدمها في العلاج الطبيعي. فاحنا عندنا تيار مثلا اسمه الانترفيرنشال كارنت الاي اف سي او البري موديوليتد. التيار ده مش مجرد بس مسكن، لا هو علاجي ايضا، لانه بيقلل الالتهاب وبيحفز الانسجه على الالتئام. فده الشق الاول اللي هو شق الاجهزه. الشق الثاني هو شق العلاج اليدوي، اللي هي الحاجة اللي أنا بستخدم إيدي كدكتور علاج طبيعي أو بستخدم تولز أو أدوات علشان أعالج بيها. الشق الثالث من البرنامج هو شق التمرينات العلاجية، وده شق مهم جدا، لأن أنا بعد ما حليت المشاكل كلها والالتهابات كلها اللي نتجت عن الخشونة، المفصل هيفضل برضو يتآكل. أنا عايز أوقف عملية الخشونة دي أو أبطئها. خلي بال حضرتك إن مفيش غضروف بيتاكل وبيرجع زي ما خلقه ربنا. احنا عايزين نبطئ العمليه دي او نوقفها عن طريق ان احنا بنشتغل على العضلات اللي بتدعم مفصل الركبه، مش بس عضلات الفخذ، لا العضلات اللي فوق الفخذ، عضلات مش عضلات الركبه، انا اسف، عضلات الفخذ وعضلات الظهر وعضلات الانكل علشان ندعم المفصل. المرحله اللي بعد كده هي اللايف ستايل موديفيكيشن. ده اللي احنا شايفينه ده التشنجات العضليه دي المايفاشيال تريجر بوينتس، طبعا التشنجات العضليه اللي احنا بنستخدم فيها العلاج اليدوي علشان نعالج دي توابع الخشونه. لكن المشكله التشنجات دي ان هي بتؤثر على ثبات المفصل وعلى حركه المفصل وبتخلي الالم يبقى ازيد.
فطبعا موجوده هنا في نقط كتير، والاكس دي هو مكان التشنج، والاحمر ده هو التسميع بتاع الوجع. فتلاقي حد ركبته بتوجعه زي ما احنا شايفين كده على الشمال، الاكس ده مكان التشنج، لازم افكه وبيسمع الوجع بتاعه في الركبه. بعد كده عندي طبعا اللايف ستايل موديفيكيشن، تغيير نمط الحياه، وده جزء مهم جدا من علاج الخشونه. ما ينفعش مريض محتاج ينزل وزنه ياخد دواء ويعمل علاج طبيعي سليم ووزنه زي ما هو يبقى هو كده مش هيتحسن بدرجه كويسه. لازم المريض ينزل وزنه، ولازم يخلي باله من التعليمات اللي بنديها له. واخر حاجه في البرنامج السليم هو استخدام الابر الجافه لعلاج خشونه الركبه. كالعاده تقول الفهرس ثم نتحدث بالتفصيل، بالظبط صح كده؟ بالظبط. هل هذا البرنامج كافي؟ قبل ما ندخل فيه بتفاصيله، هل هو تراه كافي للتعامل؟ بالنسبه للعلاج الطبيعي هو ده البرنامج السليم والمتكامل. طيب، هبدأ الأول بسؤال مهم، يعني سؤال إيه المقصود بالأشعة تحت الحمراء؟ وإيه الفرق بين الأشعة تحت الحمراء وما يسمى بالليزر البارد؟ هما الاثنين علاجات ضوئيه. الاشعه تحت الحمراء من التقنيات او الاجهزه اللي برضو قديمه جدا 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 في عالم العلاج الطبيعي. يمكن حتى كانت بتستخدم من زمان جدا لاشعه الشمس. لكن طبعا زي ما احنا شايفين جهاز الليزر تاثيره على الخلايا، تأثيره على الخلايا نفسها بتاعة الغضروف أو على الخلايا بتاعة العضلات أو على الخلايا بتاعة الأربطة. الأشعة تحت الحمراء تأثيرها إنه بينشط الدورة الدموية، وده بيساعد طبعا، بس تأثيره مؤقت. ولذلك في أمريكا برضو ما بنستخدمش الأشعة تحت الحمراء دي نهائي في مراكز العلاج الطبيعي من أكتر من 20 سنة. الاتجاه كله دلوقتي الكور ليزر زي ما احنا شايفين، هو علاج ضوئي لكنه بيشتغل على الخلية نفسها، الخلايا نفسها، انه بيحفز الخلية انها تطلع مادة اسمها الاي تي بي بدون دخول يعني في تفاصيل وكلام كتير. الفكرة كلها ان انا عايز ان الغضروف ده يبتدي يحصل عملية التئام او يبتدي يتجدد الأنسجة بتاعته، عايز انشط الدورة الدموية اللي رايحة للغضروف، عايز اقلل التهاب الأعصاب اللي حوالين الركبه اللي مسبب لي الالم، عايز اقلل الارتشاح اللي حوالين الركبه. كل ده الليزر البارد بيقوم بيه، وفي وقت اقل جدا من الاشعه تحت الحمراء اللي هي اصلا ما بتعملش اي حاجه من الحاجات دي. ايه المقصود بالعلاج اليدوي بقى؟ التعامل مع المشكله بالايد، ده الشغل الفيزيوثيرابيست الاساسي. تمام. هو طبعا نتيجه الخشونه بدا المريض يعمل كومبنسيشن، بدا بسبب الوجع يمشي بطريقه مختلفه ويقف بطريقه مختلفه ويقعد بطريقه مختلفه، فبدا يحمل على اجزاء معينه من العضلات، نتج عن ذلك التشنجات العضليه اللي احنا ورينا صورها. فبنستخدم مثلا تولز، حاجه زي كده، دي اسمها تريجر بوينت ريليس. انا بستخدم التول دي علشان افك بيها التشنجات العضليه. ده نوع من انواع العلاج اليدوي المستخدم. في عندي جراستون تكنيك، وده من الحاجات الجديده في امريكا، ان في ادوات بتستخدم، حاجه اسمها instrument assisted soft tissue mobilization، ان انا بعمل علاج يدوي باستخدام ادوات. فادوات جراستون دي بتيجي في اشكال مختلفه على حسب المنطقه اللي انا بشتغل فيها. انا جايب معايا ده حد عملها؟ انا جراستون واحد من الناس اللي يعني ابتكروا التكنيك. انا جايب بعض الادوات، هي شكلها مخيف شويه. السكينة. لا هي مش حاده خالص، يعني هي مش حاده خالص. هي ليها ايدجز مختلفه على حسب بالظبط. في عندنا بيفلد ايدج، وفي حاجات تبقى كونكيف وكونفكس على حسب انا هشتغل على ايه. وببتدي استخدم الجراستون تكنيك ده علشان اعيد تنظيم الالياف العضليه، وابتدي اكسر الالتصاقات اللي نتجت عن الخشونه. الالتصاقات دي بتبقى حوالين الصابونه على الوتر بتاع عضله الفخذ. طبعا بتيجي باشكال مختلفه زي ما احنا شايفين. انا جبت بس شكلين، لكن هو الادوات في منها اشكال كتير على حسب المنطقه اللي انا بشتغل بيها. ببتدي يعني اعيد تنظيم الالياف العضليه، انشط الدوره الدمويه، واحيانا بستخدمها زي ما احنا شايفين في الفيديو. انا هنا بستخدمها علشان اكسر الادهيجنز او الالتصاقات اللي نتجت عن الخشونه حوالين الصابونه ميديال ولاترال ريتيناكولم، وابتدي اشتغل على الباتيلر تندون كوادريسبس تندون اللي هي الاوتار زي ما احنا شايفين، الاوتار اللي هي بتاعه العضله الاماميه، علشان الصابونه تبدا تتحرك معايا صح، والعضلات تبدا تفك معايا وتتحرك معايا صح. فلو انا ما عملتش كده واعتمدت فقط على الاجهزه، مش هرجع ميكانيكيه المفصل لوضعه الطبيعي، وهي مش مؤلمه على فكره. زي ما حضرتك شايف يمكن بيكون في شويه احمرار بسيط. انا بستخدم طبعا كريمات معينه معاها، فهو مش علاج مؤلم وبياخدش وقت طويل، لكن فعال جدا ومن احدث العلاجات. في طبعا حاجات مانيوال كتير، زي مثلا استخدام الكينيسيولوجي تيبنج اللي هو اللزقه الطبيه. يمكن حضرتك بتشوف رياضيين كتير بيبقى حاطط اللزقه دي، بنستخدمها بين الجلسات. بعد ما نخلص الجلسه بنحط اللزقه الطبيه دي على الركبه زي ما
ما احنا شايفين، والغرض منها ان هي بتثبت وبتدعم المفصل، بتشيل الضغط من عليه شويه عشان تريحه، وبتنشط الدوره الدمويه لحد ما يجي المريض الجلسه بعد كده بشيل اللزقه وابتدي اعمل معاه الجلسه واحط له لزقه ثانيه. دي بتاعت وليد سليمان، دي الطريقه بتاعت وليد سليمان. هو في يعني طرق كتير جدا، فدي انا جبت طريقه. دي انا فاكرها بشوفها في ماتشات وليد سليمان. في يعني دي طرق من الطرق اللي بنستخدمها في علاج خشونه الركبه. عمرو السوليه بيحط برضه حاجه زي كده. هي طبعا يعني ليها استخدام في الاصابات الرياضيه، لكن في اصابات الخشونه طبعا مهمه جدا كعلاج مساعد. بس هم ما عندهمش خشونه طبعا يعني. لا. هي يعني ليها استخدامات اخرى، لكن في يعني بالنسبه للخشونه هي استخدامها اكتر علشان اثبت وادعم المفصل واريح المفصل بين الجلسات لحد ما يحصل عندي عمليه الالتئام. التمرينات العلاجيه بقى، التمرينات العلاجيه كلمه مهمه قوي، صح؟ مظبوط. التمرينات العلاجيه هي الركن الاساسي في علاج خشونه الركبه، وانا بستغرب جدا لما يجي لي مريض ويقول لي انا عملت علاج طبيعي كتير وما حسيتش بتحسن، واساله عملت ايه، يقول لي انا عملت الاشعه، هم بيسموها اللمبه الحمراء، عملت اللمبه الحمراء وذبذبات والترا ساوند وروحت. اقول له طب ما عملتش تمرينات علاجيه؟ يقول لي لا. طب انا دلوقتي عندي المفصل ده ما فيهوش ثبات، العضلات ضعيفه جدا، المريض مش قادر يمشي، فالغضروف عمال يتآكل. فلما بعمل تمرينات علاجيه زي ما احنا شايفين، مثلا في عضله مهمه جدا في الفخذ من الداخل اسمها الVMO، لازم اقوي العضله دي لان دي اللي بتثبت لي وبتدعم لي مفصل الركبه عشان اوقف الضغط اللي رايح على الغضروف واوزع الضغط ده على العضلات فابطئ عمليه الخشونه او اوقفها. دي تمارين خاصه بقى. طبعا دي تمرينات علاجيه، وزي ما دايما بقول في فرق بين التمرينات العلاجيه اللي بتتعمل تحت اشراف دكتور العلاج الطبيعي والتمرينات الرياضيه اللي بتتعمل في الجيم. التمرينات العلاجيه الغرض منها العلاج، لازم تتعمل بتدرج معين، لان لو عملت التمرين بطريقه غلط او في وقت غلط هيعمل معايا نتيجه عكسيه، وليه تدرج معين. علشان كده ما ينفعش ادخل مثلا على النت واطلع تمرينات وابتدي ان انا اشتغل كده لوحدي، لا طبعا لازم يكون تحت اشراف دكتور العلاج الطبيعي، لكن هو ده المحور الرئيسي في علاج الخشونه بتاعت الركبه. ليه في مصر تنتشر فكره الاهتمام او الاعتماد الكلي على الاجهزه؟ لسببين. السبب الاول ان هو اسهل، يعني اسهل ان مريض يروح وتركب له جهاز وتجيب مريض تاني وتركب له جهاز وتجيب مريض تاني وتركب له جهاز. تاني حاجه المريض اتعود على الباسيف تريتمنت، ان هو اتعود ان هو ينام ويتعمل له حاجه. طب دي حاجه اخذت سنين طويله عشان تتكون وفي عندي مشاكل كتير، ازاي بس ان انا احط لك اجهزه وهتتعالج؟ ما انت لازم العضلات دي عشان تقويها لازم انت اللي تشغلها، ما ينفعش انا امسك رجلك افردها واتنيها والعضله هتقوى. فللاسف الناس ما بتهتمش بالجزء بتاع التمرينات العلاجيه، وللاسف حتى ان بعض مراكز العلاج الطبيعي اللي حتى بتشتغل بالتمرينات العلاجيه بيعلم المريض التمرينات ويقول له اعملها في البيت. احنا بنعلمه حاجات يعملها في البيت، لكن لازم جزء كبير من الجلسه يكون فيه تمرينات علاجيه، لان هو ده اللي هيعالج لي اساس المشكله. طيب كتير من الناس بتشتكي من تشنجات عضليه، تشنج في العضلات. تمام. التشنج العضلي، احنا كنا زمان لما بندرس تشريح وبنفتح بنبقى دايما عايزين نخش نبص على الماسل ونبص على النيرف ونبص على البونز، يعني العظم والمفاصل والعضلات. كنا في طبقه كده بنتجاهلها اللي هي الفاشيا او اللي اسمها اعتقد بالعربي اللفافه. فالطبقه دي هي الطبقه اللي بتغلف العضله. الطبقه دي لما بتبتدي تلزق بيحصل فيها ريستريكشنز، بتبتدي تلزق ويحصل فيها التصاقات بتؤثر على وظيفه العضله، بتبتدي يحصل تشنج اللي بنسميه المايوفاشيال تريجر بوينت، تشنج في اللفافه العضليه زي ما احنا شايفين. وده من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتير جدا، واحيانا التشنجات دي بتكون سايلنت، يعني المريض يقول لك انا ركبتي بس اللي بتوجعني، بس اجي احط صباعي، وخلي بالك حضرتك التشنجات دي يعني ليها خريطه، ببقى انا حافظ مكان التشنج، فده احط صباعي المريض ينط من الوجع فيقول لي انا ما كنتش عارف انها بتوجعني، لانه سايلنت، يعني التشنج ده موجود بس هو مش حاسس انه بيوجعه. ومجرد ان ابدا اشتغل على التشنجات دي وافكها يبتدي المفصل يتشال الضغط من عليه، لان العضله بقت كلها ريلاكس، لان التشنج ده العضله ريلاكس لكن جزء من العضله مازال منقبض، وبيبقى في اكسجين قليل في المنطقه دي، بيبقى في مواد كتير مش كويسه في المنطقه دي. فالمايوفاشيال تريجر بوينتس من الحاجات المهمه جدا، او التشنجات العضليه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم ان انا احلها علشان اقدر اعالج خشونه الركبه. بنحلها برضو بالاساليب دي احيانا؟ بالاساليب اليدويه، بالعلاجات اليدويه، بالتولز، بالجراستون، وبالابر الجافه طبعا في الاساس بقى، ده اللي بيعالج التشنجات العضليه في الاساس. نعم، ما احنا داخلين على الابر الجافه بقى. الابر الجافه ودورها في علاج خشونه الركبه.
الإبر الجافة هي أحدث علاج طبيعي لعلاج خشونة الركبة في أمريكا. والجميل في الإبر الجافة إنه هي بتشتغل على كل المشاكل بتاعة الخشونة. يعني اتكلمنا على التشنجات العضلية، بحط الإبر في التشنجات العضلية عشان أبتدي أعمل دي أكتيفيشن للتريجر بوينت دي، أو إن أنا أفك التشنج العضلي، وبعدين أعمل إعادة تأهيل عضلي عصبي للعضلة، أكني بعمل ريست للعضلة عشان ترجع تشتغل تاني. عندي الأعصاب اللي حوالين الركبة ملتهبة، اسمها مناطق انضغاط العصب، بحط الإبر دي حوالين الأعصاب الملتهبة مش في العصب، بيرينيورال ستيميوليشن، وابتدي زي ما احنا شايفين أوصل جهاز علشان أدي تنبيه للعصب علشان أبتدي أهدي العصب اللي ملتهب. في أيضا عندي الأوعية الدموية الدقيقة جدا، ودي من أكتر الحاجات اللي بدأوا يعملوا عليها أبحاث كتير، إن وجدوا إن لما بنحط الإبر دي حوالين الأوعية الدموية اللي بتغذي الغضروف، اللي بيحصل حاجه اسمها نيو فاسكولاريزيشن، يبتدي الاوعيه الدمويه دي تفتح وتبتدي التغذيه اللي رايحه للغضروف تزيد. ودي حاجه ما كانوش يتوقعوا انها ممكن تحصل مجرد انك تحط ابره من غير حقن او حاجه وتوصلها بجهاز، ان في تغير فسيولوجي بيحصل جوه الجسم. وده طبعا صوره البروتوكول اللي احنا بنستخدمه في الخشونه، ان في 9 ابر بنحطهم في اماكن مختلفه طبعا، سواء في التشنجات العضليه او حوالين العصب او حوالين الاوعيه الدمويه. في ناس تخاف ساعات من الابر. هي الإبر دي إبر رقيقة جدا زي الإبر اللي بتستخدم في الإبر الصينية، لكن ليس لها علاقة بالطب الصيني، فهي مش حقنة، هي مش سرنجة، هي إبرة رقيقة جدا رفيعة زي الشعرة. أحيانا كتير المريض لما بتدخل إبرة ما بيحسش بيها، فهي كلمة إبر بتخض، لكن هي لا يعني ما فيش فيها حقن وما بتخشش حتى جوه المفصل، وليس لها أي آثار جانبية تذكر. بس بنوصلها بأجهزة، بنوصلها بجهاز كهربي عشان يدي فيها تيار كهربي على حسب التكنيك برضه. يعني في تكنيكس، لو انا مثلا عايز افعل التهاب علاجي، عندي مثلا التهاب في وتر والالتهاب ده مزمن والجسم ما عادش بيتعامل معاه، وباخد مضادات التهاب ومفيش اي حاجه، بدخل بالابره وببتدي الهب الوتر ده عن قصد، تفعيل التهاب علاجي. في الحاله دي انا مش هوصل جهاز، انا بدخل بالابره وببتدي اعمل حاجه اسمها بيري اوستيال باكينج، ابتدي اخبط في الوتر بطريقه معينه عشان الهبه، والمريض ممكن يقعد يوم او يومين حاسس بوجع في المنطقه دي، بس يقول لك وجع جميل، لانه بعد يومين 3 يبدا يحس ان الالم بيقل، لان الجسم بدا يتعامل مع ده على ان هو التهاب جديد. لكن في حالات كتير جدا بنستخدم التيار الكهربائي، بنوصل كليبس معينه بالابره علشان تدخل التيار الكهربائي جوه ويبتدي نوصل للتاثير اللي احنا عايزينه للعلاج. كم جلسه بنحتاجها؟ بالنسبه تختلف بالنسبه لخشونه الركبه من الابر الجافه. خشونة الركبة عامة بتحتاج على الأقل، على حسب طبعا درجة الخشونة وعلى حسب السن وعلى حسب الوزن وعلى حسب الأمراض المزمنة، على الأقل بتحتاج 2 علاج طبيعي. ودي برضو من الحاجات اللي الناس لازم تفهمها، إن بقى في ثقافة الكبسولة السحرية أو العلاج السريع. من كتر الإعلانات الناس بتشوفها كريم مش عارف إيه هيعالج الخشونة، فهو معتقد إنه هيجي يعمل جلستين وهيخف. طب حاجة بقى لها مثلا 10 سنين بتحصل، هل يعقل إن هي تتحل بسرعة؟ لا، بتاخد وقت عشان اعالج اساس المشكله واعمل تغير ميكانيكي. فالخشونه لما نعمل برنامج علاج طبيعي سليم بتاخد مينيمم 2 اب تو 4 شهور، واحيانا اكتر لو الخشونه جامده جدا. بالنسبه للابر الجافه المريض بيحتاج من 6 ل 12 جلسه ابر جافه، بتبقى جلسه او جلستين في الاسبوع مع الجلسات بتاعه العلاج الطبيعي، يعني مش لوحدها. المريض اللي عنده سكر مثلا او امراض مزمنه مناعيه زي الذئبه الحمراء او خلافه، الابر الجافه امنه بالنسبه له؟ هو من اهم مميزات الابر الجافه ان هي ليس لها اي اثار جانبيه تذكر، وان هي امنه جدا لمرضى السكر والقلب والضغط والامراض اللي زي كده. موانع الاستعمال بتاعتها تكاد تكون مش موجوده، لان هي ما فيش فيها ماده بتحقن ولا ليها اي تاثير على السيستمز، يعني ما لهاش تاثير سيستماتيك على الجسم يعني. لو في اصابه قديمه في الركبه، جروح قديمه، ندوب في الركبه، يصلح معاها ولا؟ طالما الجرح ده مش حد لسه عامل عمليه في خلال 3 شهور، لو في المكان ده في جرح لسه فريش بقاله 3 شهور، ده من موانع استعمال ان انا استخدم الابر في المنطقه دي. لو في عندي انفكشن او في عندي عدوى في المنطقه او ليمفيديما مثلا، على الناس اللي هم عندهم التهاب الليمفاوي كونترا انديكيتد ما ينفعش ان انا استخدم معاها الابر. حالات الحمل ما اقدرش ان انا استخدم معاها الابر، لكن في معظم الحالات اللي هي الامراض المزمنه العاديه ما فيش اي مشكله خالص ان احنا نستخدم الابر الجافه. لو وصلنا بالخشونه للمرحله الخشونه الدرجه الرابعه، درجه رابعه في الخشونه هي الدرجه المتقدمه، تمام، هل تصلح معها اساليب العلاج الطبيعي ولا هنلجا لحاجه ثانيه؟ من الامانه العلميه ان انا ما انحازش للتخصص بتاعي واقول ان العلاج الجذري للخشونه
خشونه الركبه بالدرجه الرابعه هو عمليه تغيير مفصل الركبه. احييك. هو ده العلاج الجذري. بعد العمليه بيتعمل علاج طبيعي طبعا، برنامج لازم عشان العمليه ده تنجح. مهم جدا بالظبط جدا بقى. بالظبط. لكن احيانا بنصادف مرضى يا اما حالته الصحيه لا تسمح بالجراحه او هو رافض فكره الجراحه، بالتاكيد مش هنسيبه، هنساعده، لكن لازم نفهم المريض ان الخشونه اللي عندك دي محتاجه خشونه متقدمه، محتاجه عمليه تغيير مفصل. فحتى لو عملنا برنامج علاج طبيعي التحسن هيكون بنسبه مش كبيره، علشان نكون صادقين مع المريض، لان طبعا مش هنسيبه يتالم ونحاول ان احنا نساعده. لكن العلاج الجذري هو عمليه تغيير المفصل. انا شفت في المانيا العلاج الطبيعي بعد تغيير مفصل ده دوره مهم جدا، وزي ما بيقولوا كده يعني لا يقل عن الراجل اللي عمل العمليه نفسه، وبياخد فلوس زيه على فكره تقريبا. هنا في مصر انت شايف العلاج الطبيعي بعد تغيير المفصل فيه؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا بصراحه يعني كنت في امريكا بشتغل مع اندرسونز اورثوبيديك كلينيك، دول من اشهر الناس المتخصصين بس في عمليات تغيير المفصل، وكنا بنشوف يعني عمليه تغيير المفصل من انجح عمليات العظام الموجوده دلوقتي. والجراحين يعني بره بيقول للمريض 40% العمليه، 60% العلاج الطبيعي. في المانيا بيقولوا كده. اللي هينجح العمليه هو العلاج الطبيعي. المشكله هنا في مصر العمليه واخده سمعه سيئه، على الرغم ان كل العمليات اللي انا شفتها من الجراحين المصريين هي ممتازه تماما زي اللي بتتعمل بره في امريكا. يعني شفت الاشعاعات بعد العمليات بصراحه بيرفكت. المشكله بقى في المريض، ممكن الدكتور يوجهه انه يعمل علاج طبيعي والمريض ما يروحش، يقول لك خلاص انا عملت عمليه وركبت المفصل وانتهى الموضوع. اللي بيروح يقعد في امريكا وفي المانيا بيبقى رايح يتعالج فقاعد، وبيبقى حد قريبه بقى، فهو حياته كلها هنا. لكن هنا الحياه فيها حاجات كتيره تلاهي. ابنه ما فاتش عليه خده، هناك بيبقى قاعد المستشفى جنبه او جوه، قاعد في المكان يعني في سكن قريب من مكان العلاج الطبيعي، فبيروح او بتاع العلاج الطبيعي بيروح له. ما هو البرنامج بيبدا من اول يوم بعد غرفه الافاقه، بيبدا العلاج الطبيعي في المستشفى. المريض لما بيخرج بيعمل علاج طبيعي في البيت من اسبوعين ل3 اسابيع، وبعد كده لازم يروح لمركز العلاج الطبيعي عشان يكمل البرنامج لمدته حوالي 3 شهور. ولو ما عملش كده للاسف العمليه غالبا بتفشل، بيحصل عندي التصاقات وادهيجنز وحاجات جوه المفصل، بيتيبس المفصل، بيبقى فيه صعوبه في المشي، فالمريض يعني بيحس بالاحباط. وللاسف الحاجه اللي بتزعلني اكتر لما الاقي مريض وبيقول لي انا عملت علاج طبيعي بس كان بيجي له الدكتور بيحط له جهاز كهرباء لمده نص ساعه على العضله، وبعد كده يقول له خلاص كده الجلسه خلصت، ويفضل ماشي معاه كده مثلا شهرين 3. طبعا يعني ده مش علاج سليم او كافي، لان في بروتوكول علاجي بعد عمليه تغيير مفصل الركبه مدته حوالي 3 شهور عشان نقدر ان احنا ننجح العمليه دي، والمريض يعيش حياته بقى بطريقه طبيعيه بالمفصل الصناعي ده، ويستمتع بحياته ويعمل الحاجات اللي ما كانش قادر يعملها قبل العمليه. طبعا بيبقى عيني غلبان جدا. لكن انا كنت حاسس انت هتقول حاجات تانية انت قلتها دلوقتي اللي بتخلي العمليه يحصل لها دروباك في مصر. انت قلت لي ان المريض ما يروحش اساسا، يطنش، او ان اللي يجي له يعالجه يحط له جهاز. هقول لحضرتك على حاجه برضو انا قابلتها للاسف، وانا بعذر برضو التخصص الجراحين العظام، انه احيانا بيعمل العمليه ويبعتها تعمل علاج طبيعي، ويبتدي يحصل زي ما قلت لحضرتك كده، المريض يقول له ده الدكتور كان بيحط لي بس جهاز الكهرباء نص ساعه، وهو بيكون عمل العمليه وتعب فيها، ويجد المريض مش قادر يفرد ركبته للاخر ولا قادر يتنيها، وحصل التصاقات، فاصبح في حاله من عدم الثقه. فاحيانا الجراح العظام بيقول للمريض اعمل انت تمرينات علاجيه في البيت، وما بيوجهوش للعلاج الطبيعي. وده طبعا امر يعني على الرغم ان انا اعذرهم يعني الى حد ما، لكن امر مش صحيح. لازم المريض يروح مكان ويتاكد ان هو رايح لدكتور علاج طبيعي، مش حد خريج تربيه رياضيه او حد دخيل على المهنه، ويتاكد ان الشخص ده مؤهل وماشي على بروتوكول علاجي، مش بس بيعمل جهاز او جهازين وبيقول له روح. لا، يعني الموضوع تغيير مفصل الركبه والشغل فيه من الحاجات المهمه جدا لنجاح العمليه. قبل ما نمشي انا متشكر جدا على زيارتك وسعيد جدا بيها، وسعيد جدا بالحوار معك وباسلوبك اللي فيه امانه علميه دقيقه وفي شرح تفصيلي رائع جدا. لكن انا كعادتي بحب، انا راجل عاشق لفكره دراسه الثقافات المختلفه ودراسه السيتويشن واحنا من حوارنا النهارده كله في النظره زي ما انت قلت بتحكي والله ده احدث حاجه بتعمل مثلا في امريكا، دي احدث حاجه بتعمل هنا، هنا احنا بنعمل حاجه حلوه قوي في العمليات افضل من اللي بتعمل بره ايفن. لكن لازم ناخد بالنا احنا عندنا مشكله دايما في يعني ناقص في الحلو حته، ناقص مع الطبخه
شويه الملح، شويه البهارات نظبطها. لكن قول لي بقى، احنا قبل الحوار كنا بنتكلم عن الاكل، فانت بتاكل في امريكا بقى، قعدت 20 سنه تاكل هناك. طبعا. ايه الفرق بين الاكل في امريكا والاكل هنا؟ لا هناك مش اكل خالص بقى مش يعني. أكل. لا يعني انا اكلت جميع انواع الاكلات طبعا، انت عارف حضرتك يعني امريكا فيها كل الجنسيات، فاكلت جميع انواع الاكل حضرتك تتخيلها. تاي فود وتشاينيز كل حاجه كل حاجه والاكل كل حاجه. الهندي. لكن ببقى كنت منتظر اللحظه ان انا هنزل فيها مطار القاهره علشان اروح بقى اكل الكبده واكل الحاجات اللي هي بقى مفيش في امريكا حد بيعمل اكل هنا؟ مش زي هنا مش ما يعرفوش زي هنا؟ نهائي، مستحيل ما يعرفوش. لا خالص خالص. موجود بس ما طعمه مختلف والجو مختلف والقعده مختلفه والناس مختلفه، اكيد ليها طعم تاني خالص. لما جيت هنا رحت كلت الاكلات طبعا على طول. على طول لازم لازم لازم. نورتني. ربنا يخليك، الف الف ضيفي شكر. العزيز المبدع دائما دكتور عمرو عياد كان مبدعا في واحده من حواراتنا الممتعه جدا جدا، ويبقى العلاج الطبيعي عالم نفتحه سويا ان شاء الله. في رايي انها مسؤوليه مهمه جدا وتكمله لمسيرتنا في الثقافه الطبيه عشان نفهم واحد من البرانشات المهمه جدا والمظلومه جدا الحقيقه في المجتمع العربي. خليكم دايما مع الناس.